عمي فضل ينازع وروحه مش راضية تخرج لأيام، ولما دخلناه الجامع يمكن السر الإلهي يخرج، قال واعترف بالسر اللي مخبيه من سنين، إنه دفن السحر للشيخ صالح تحت أكبر نخلة في مزرعته. ومن الليلة دي حياتي اتقلبت بالكامل. أنا من ساعتها مش قادر أصدق نفسي، وما بقاش عندي أي ثقة في حد ولا أي حاجة من حواليا، ده غير الرعب اللي بقيت عايش فيه بعد اللي سمعته من الشيخ صالح. أنا هحكي لكم اللي شفته بالراحة، من أول اللي شفته مع عمي لحد اللي بقيت عايش فيه بعد عمي ما مات. السلام عليكم، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. قبل اي مقدمات انا عايز اقول لكم ان انتوا وحشتوني جدا، واسف جدا جدا على التاخير اللي انا اخرتكم تقريبا فوق ال 11 يوم، ولكن ان شاء الله الفتره اللي جايه هيكون عندنا قصه كل اسبوع في يوم ثابت، وهو يوم الجمعه الساعه 10 بالليل، وقت كده يكون في الناس اجازه من شغلها، وكمان اخواتنا الصغيرين اللي داخلين على المدارس والمعاهد يعرفوا يسمعونا كويس. وحابب برضه قبل اي حاجه اشكركم جدا على دعمكم ليا في الفيديوهات اللي فاتت، بصراحه مش هقدر اوفيكم حقكم. ويلا بينا نجهز طقوس سهرتنا المعتاده، وهي انك تطفي النور من حواليك وتبقى قاعد في الاوضه لو قلبك جامد، وتجهز سماعتك علشان تستمتع اكتر بالقصه والساوند افكت. ويلا بينا نبدا الحكايه. من يوم ما وعيت على الدنيا وانا عارف ان القدر ليه احكامه، ومحدش بيختار حياته ولا اهله. ابويا مات وانا طفل صغير، وامي فضلت موجودة وربتنا انا واخواتي البنات. كل واحدة من اخواتي اتجوزت وراحت بيتها في قرية تانية، وللأسف امي كمان ماتت، ومحدش من اهلها قريب مننا. ومفضلش بس من عيلة ابويا كلها غير عمي سيد، وعمي ما خلفش ومراته ماتت من سنين، ومن بعدها وهو عايش لوحده، وانا الوحيد اللي كنت داخل خارج عليه اشوف طلباته واقضي مصلحته واونسه. وعلى قد ما كان راجل شديد طول عمره، على قد ما اخر ايامه اتبدل وبقى حاجة تانية خالص. والموضوع بدأ من غير مقدمات. عمي صحي في يوم من النوم وفضل يقول ان جسمه متكسر، وانه مش قادر ياخد نفسه، وان في حاجة طابقة على صدره. بصراحة انا قلت عادي بتحصل، يمكن دور برد ولا حاجة، او يمكن السن واحكامه. وبعد يومين لما لقيته ما بيتحسنش وديته المستوصف وادوله علاج، ولكن ما جابش نتيجة، فوديته لدكتور تاني فقال لنا على شوية تحاليل نعملها، ولكن الحمد لله التحاليل طلعت سليمة. وبعدها عمي ابتدى يضعف عن اليوم اللي قبله، لا بقى ياكل ولا بينام ولا يقعد مرتاح ولا يقدر يفرد ظهره حتى، كان يقعد ويبص قدامه وهو سرحان من غير ما يرمش حتى. وفجأة يقوم مفزوع ويقول انا خايف انا خايف. وفي مرة من المرات لقيته حاطط ايده على ودنه وبيزعق بطلوا حفر بطلوا كفاية. من اليوم ده وانا قلبي مش مطمن، لان عمي اتغير، وبقيت الاقيه قام مرة واحدة من النوم فرد ظهره وقعد مبرق وباصص للسقف، وبعدها يشاور ناحية الارض. وانا الاول كنت بقول عادي، لكن بعد كده بقيت بترعب، وبقيت اسمع اصوات غريبة في البيت كله، ده غير اني بقيت اشوف حاجات مخيفة وملهاش تفسير. ابقى لسه داخل من باب البيت ألمح حد معدي في الصالة اللحظة، وادخل على عمي في اوضته والاقيه قاعد على السرير ومبرق وكأنه شايف ملك الموت. بصراحة انا ما بقتش قادر اتحمل كل ده لوحدي، ولاننا في قرية فالناس قريبة من بعض قوي، واهل البلد ابتدوا يدخلوا في الموضوع، وبدأ بقى كل واحد يقول رأي. واحد يقول نجيب له شيخ يقرا عليه، وحد يقول لي روح لدجال عمك اتلبس، وواحد يقول لي ده معمول له عمل. وانا ما كنتش فاهم اي حاجة، بس اللي كنت شايفه قدام عيني ان عمي بيتسحب من الدنيا سحب، وان اللي بيحصل حواليا وبشوفه بقى اغرب من قصص الرعب اللي بسمعها واقراها. بس حاولت اعمل اللي عليا وقريت عليه قرآن بنفسي، وجبت ناس عن طريق المعارف وقروا عليه، وشربنا كمان مية مقري عليها، وبخرنا البيت وعلقنا آيات للتحصين في كل مكان. كل ده وحالته بتسوء أكتر من الأول. حالة عمي اتدمرت خالص وما بقاش يتحرك نهائي، ونفسه محشرج وبيعمل صوت مرعب وهو بيتنفس، ففهمت إنه خلاص بيطلع في الروح، لكن زي ما يكون روحه مش عايزة تخرج، أو سكرات الموت صعب عليه قوي. وفجأة عمي بقى يصرخ بصوت عالي
والناس اتلمت من الجيران وانا ما بقيتش عارف اعمل ايه. وساعتها واحد من كبارات البلد قال خدوه وروحوا بيه على الجامع، يمكن لما يدخل بيت ربنا روحوا ترتاح وتطلع. انا وقتها ما كانش عندي اي اعتراض على حاجة، وكل اللي كنت عايزه ان عمي يرتاح من العذاب اللي هو فيه ده. وشلناه فعلا وانا كنت قريب من راسه. وانا ماشي لاحظت ان عينيه مفتوحة على الاخر ومبرقة، وحسيت انه شايف حاجة احنا مش شايفينها. وربنا سبحانه وتعالى بيكشف عن الانسان غطائه وقت الموت، وبيشوف وبيحس بحاجات احنا ما نقدرش نشوفها ولا نفهمها. وبقى كل شوية يرفع صباعه وكأنه بيعد، وبعدين يهمهم بكلام مش مفهوم. ولما دخلنا الجامع حصلت اول حاجة غريبة، جسمه كله كان مشدود ومتخشب، ومرة واحدة ارتخى ووشه وملامحه بقوا أهدى ونفسه انتظم، وغمض عينه لثواني وفتحها تاني وهو بيقول بصوت متقطع الشيخ صالح لازم أشوف الشيخ صالح. الناس بصت لبعضها وهم مش فاهمين ليه الشيخ صالح بالذات. وساعتها أنا قلت له اشمعنى الشيخ صالح؟ قال لي بعصبية جيبه هنا بسرعة. قلت له حاضر يا عمي. الشيخ صالح طبعا كل البلد تعرفه، راجل أزهري ومحبوب من الكل، كبير في السن وليه هيبة ومكانته كبيرة وسطنا، غني وعنده أرض وعزبة وفيلا، والناس بتقصده في الرأي والفتوى وفض أي خلاف. لكن كان غريب جدا إن عمي يطلبه بالاسم وهو في الحالة دي، والأغرب إنه يصر عليه الإصرار ده. وخرج وقتها واحد من الشباب علشان يجيب الشيخ صالح. في الوقت ده عمي كان كل شوية يبص ناحية باب الجامع ويترعش. فقلت له في ايه يا عم سيد مالك؟ مسك دراعي جامد وقال هتعرف كل حاجة في وقتها، هانت. وقبل ما اتكلم واسأله اكتر الشيخ صالح دخل علينا الجامع. الراجل اول ما دخل علينا الناس كلها سكتت. قرب من عمي وقعد عند راسه وقال بهدوء مالك يا سيد؟ عمي فتح عينه وبصله بصة أنا عمري ما هنساها، بصة واحد شايل جبل على صدره من الهم وأخيرا جل هيشيله من على صدره. وبدأ عم سيد بالكلام وقال سامحني يا شيخ صالح، سامحني قبل ما أموت. الشيخ صالح استغرب لكنه فضل هادي وقال أسامحك على إيه يا سيد؟ عم سيد رد عليه وقال طلعوا الناس بره، اللي هيتقال ما ينفعش حد يسمعه، وخليك انت يا شيخ صالح وعمران ابن اخويا بس. في الوقت ده الناس اترددت، لكن الشيخ صالح طلب منهم يخرجوا فعلا. وقربت منه ومسكت ايده وكانت ساقعة ومتلجة جدا. عم سيد بص للشيخ صالح وقال اسمعني للآخر وما تقاطعنيش يا شيخ صالح. وعم سيد بدأ يحكي ويقول وهو في لحظاته الأخيرة أنا زمان يا شيخ صالح كنت راجل جشع وضميري ميت وما يهمنيش غير الفلوس. وفي الوقت ده رغم ان النوال كانت لسه صغيرة لكن سمعتها معروفة والناس كلها عارفين أخلاقها، وكل البلد كانت عارفة انها عايزة تتجوزك. ولما انت رفضتها واتجوزت غيرها ساعتها كرهتك كره ملهوش آخر. وبعدها ب5 سنين لقيت نوال جاتلي بالليل وانا قاعد لوحدي، لقيتها في وشي وانا قاعد في الكوخ اللي في مزرعتك يا شيخ صالح، وقالت لي انها عايزة مني خدمة وعرضت عليا فلوس كتير. وانا ساعتها كنت مديون لطوب الارض، والاجرة اللي انت بتدهاني يا صالح ما بتكفيش، مع انها كانت معقولة. نوال ساعتها ادتني كيس اسود فيه 10,000 جنيه، يعني ثروة من 40 سنة، وقالت لي انها هتديني حاجة ادفنها في مكان معين في ارض الشيخ صالح. ولقيتها طلعت من صدرها قماشة صغيرة مربوطة بخيط اسود ومكتوب عليها كلام وحروف وطالع منها ريحة خلتني ادوخ. ولما سألتها ايه ده قالت لي ملكش دعوة، واللي يخصني ان ادفنها تحت نخلة معينة في عزبة الشيخ صالح. والفلوس زغللت عيني وما فكرتش مرتين ووافقت، بس يا ريتني ما عملت كده لاني عرفت بعد كده ان ده سحر ومعمول لأذية الشيخ صالح وذريته. وخدت القماشة والفلوس في الآخر، وليلتها دخلت العزبة من جوه، وطبعا الغفير سابني لأنه عارفني، وده اللي خلاها هي نفسها ما تحاولش لأن الغفير ده صعب في التعامل، وكمان كانت عايزاني أنا لأني مديون ومحتاج، ولأني قريب أكتر منك يا شيخ صالح، أو يمكن لنية تانية شيطانية جواها أنا ما فهمتهاش. ولما دخلت العزبة فضلت أدور على النخلة اللي هي وصفتها، ولما لقيتها بدأت إن أنا أحفر. وأول ما حطيت العمل سمعت صوت طفل صغير بيعيط، اتخضيت وقمت وقفت
وفضلت ابص حواليا وانا مرعوب، بس ما كانش فيه اي حد. فرجعت علشان اردم العمل وسمعت نفس صوت العياط، بس المرة دي جاي من تحت الأرض، وحسيت إن في حد بيتحرك حواليا. أعصابي ثابت وما بقتش قادر آخد نفسي من الخوف، وكنت همشي لكن افتكرت الفلوس والديون فكملت ودفنت العمل وردمت التراب ومشيت. وبعدها بشهر تقريبا مراتك حملت يا شيخ صالح، مع اني فاكر انها ما كانتش بتحمل. ففهمت ان نوال عملت العمل علشان يبقى ليك ذرية، والذرية دي تتأذي قصاد عينك وعذابك يبقى 2 و3 و4. وبعد ما مراتك خلفت وعدى كام يوم لقيت نوال جابت لي كيس صغير تاني وقالت لي ان لازم المرة دي أدفن الكيس ده في المقابر بتاعة القرية اللي جنب بلدنا، وادتني وقتها 20,000 جنيه. فخدت الكيس من غير ما أفكر ورحت على طول للمقابر. وأنا بدفنه سمعت حد بيقول من ورايا: كافر كافر كفره. بلعت ريقي وجسمي بدأ يترعش، ولكن قلت يمكن تهيؤات وكملت اللي بعمله. ولكن بعد ما ردمت لقيت التراب بيتحرك والأرض بتلف بيا، فجريت بسرعة ومبصيتش ورايا. ومن بعدها شيخ صالح بقى كل ما واحد من علق يكبر ويدخل في فرحة كانت نوال تبعتلي وتديني عمل جديد، وأنا كنت كل مرة اخد الفلوس واسكت واعمل لها اللي هي عايزاه. وفي مرة من المرات قالت لي ارمي العمل في الرشاح، واول ما قربت من الميه لقيت الميه بتتهز بطريقه غريبه، وزي ما يكون شايف في وشوش كتير تحت الميه بتصرخ في شاب. فرميت العمل بسرعه وجريت. ومن بعدها كل ما اعدي جنب الترعه او الرشاح اسمع حد بينادي باسمي ويقول لي يا كافر. ومره قالت لي اربط العمل في رجل غراب واخد الغراب واطيره بعيد عن البلد، وكانت مجهزه الغراب فعلا ومكتفاه ومغميه عينيه. فاخدته وربطت العمل في رجله وخدته قريه بعيده عننا وطيرته. ومن الليله دي بقى كل ليلة يجيلي غراب ويقف على سطح البيت ويفضل ينعق بصوت كل الغربان، صوت أبشع بمراحل وكأني بسمعه بيقول يا كافر. وما فهمتش غير متأخر إن اللي يدخل السكة دي بيخرج منها خسران كل حاجة. وعدت الأيام ونوال اختفت، وابنك الكبير يا شيخ صالح اتعين في شركة كبيرة، وبعدها بسنة الشركة اتباعت وابنك انطرد من شغله وخسر كل حاجة. وبقى كل ما يخبط على باب رزق بعدها الباب يتقفل في وشه، لحد ما بقى مريض نفسي وفلوسك ما قدرتش تعالجه بسبب الإحباطات اللي حصلت له. وبنتك الكبيرة بقت كل ما يجيلها عريس الجوازة ما تكملش، مرة حد يموت ومرة حد يجيله سفرية ومرة يشوفها ويوافق وبعدها بيومين يختفي، مرة تحصل خناقة من غير سبب ويتوقف الحال، لحد ما العمر جري والبنت ما اتجوزتش. اما بنتك التانية فنوال كانت حاقدة عليها اكتر، ونوال رجعت جاتني وبدأت اشوفها من جديد وقالت لي ان بنتك دي بالذات امها كانت فرحانة بيها زيادة ودي لازم اذيتها تبقى اكبر. وادتني عمل جديد بس عبارة عن ازازة زي القطرة، وادتني 200,000 جنيه والكلام ده من 3 سنين بس. وقالت لي حط لها النقط دي في شاي ولا عصير، وعملت كده فعلا. وبعدها بنتك الصغيرة تعبت وبعدها جالها سرطان وشالوا لها الرحم. انا ندمان يا شيخ صالح، ندمان. انا من اول مرة سمعت فيها كلام نوال وانا عايش ميت، لكن بعد موت بنتك الصغيرة حياتي اتقلبت جحيم. ابتديت اشوف بنتك دي بالذات في كل مكان، ابص الاقيها قاعدة على طرف السرير، امشي في الغيط الاقيها ماشية قدامي، ادخل الحمام الاقي حد بيهمس باسمي، انام واصحى الاقي ايدي مربوطة او اصحى على صوت حفر تحت السرير. ساعتها انا رحت النوال وقلت لها انا تبت وهقول للشيخ صالح على كل حاجة احنا عملناها. فقت متأخر قوي وما فهمتش العلامات، ربنا عمى عينيا. ومراتي كانت ماتت ساعتها وكنت قبلها اتحرمت من الخلفة. ولما قلت كده لنوال ومشيت من عندها الكلام ده كان من قريب، ومن ساعتها بدأ المرض يا شيخ صالح، وكل حاجة عملتها رجعت لي وزود على الحاجات دي اللي بقيت أشوفها، والرعب اللي بقى متحكم فيا. بقيت أشوف أطفال مشوهين وواقفين في حوش البيت، ولما أخرج ملاقيش حد، وأشوف غربان كتير بقيت واقفة على العمود قصاد البيت، وعمر ما كان في غراب واحد بس بيقف هناك. وبعدها بقى المرض ينهش في جسمي وبموت بالبطيء وبتعذب. سامحني يا شيخ صالح، سامحني. عم سيد قال كده، ومع آخر جملة قالها شهق شهقة طويلة وراسه مالت وعينيه برقت.
عم سيد مات. انا وقتها الصدمة خرستني، لا عرفت اعيط ولا اتكلم. فضلت ابص لعمي وهو ميت شوية، وابص للشيخ صالح شوية ومستني منه اي رد وبس. بس الشيخ صالح ما قالش ولا كلمة في الاول، ومد ايده وقفل لعمي عينه وقعد ساكت شوية، وبعدين قال بصوت ثابت بس انا حسيته مكسور من جوه: انا لله وانا اليه راجعون. وقام باصص لي كده وقال: نادي للناس من بره. والناس دخلت المسجد والخبر انتشر، وانا لسه متنح ودماغي واقفة عند كل كلمة اتقالت. وبعد الدفنة بيومين رحت للشيخ صالح، كنت محتاج اقعد معاه واعرفه اني ماليش ذنب، محتاج بصراحة اعتذر له عن ذنب عمي، ومحتاج اعرف اذا كان اللي سمعناه ده كان حقيقة ولا واحد كان بيخرف وقت الموت. الشيخ صالح ما صلاش على عمي ولا جه الدفنة ولا حضر العزا، وبرغم كده استقبلني بهدوء، لكن كان واضح عليه انه مش قابلني. وقعدنا لوحدنا وانا ما كنتش عارف ابدأ منين، فلقيته هو اللي سبقني وقال: انت جاي تعتذر عن عمك؟ والله يا مولانا انا عارف ان الاعتذار ما يردش اللي راح، لكن ده اللي في ايدي. بصلي كده وقال: ذنبه عليه يا ابني، ذنبه عليه، لكن اللي اتقال كله انا عارف نصه والباقي فهمته منه قدامك. فقلت له: يعني حضرتك كنت حاسس؟ رد عليا وقال لي: احنا عايشين في وسط سنين، انا رحت لحد النخلة بنفسي وطلعت من تحتها العمل، وكان على حالته بعد كل السنين دي وحرقته بإيدي. أنا أول ما اتجوزت وخلفت عمران بدأت حاجات غريبة تحصل في البيت. في الأول كنا بنقول عين أو وسواس أو تعب، وأنا راجل مؤمن بقدر الله، ولو العين أو السحر حق فتفعيلهم بالأذية أو بالخير بيد الله. مراتي كانت كل شوية تصحى مفزوعة وتقول لي إن في واحدة واقفة عند الباب، ولما أقوم أبص بنفسي ملاقيش حد. بعدها بفترة ابني وهو لسه صغير بقى يصحى كل ليلة يعيط ويقول إنه بيشوف راجل بيدفن حاجة في أوضته، وبقينا نلاقي بعدها على جسمه علامات زرقاء خصوصا رجله ودراعه. بس نرجع نقول يمكن اتخبط. بنتي الكبيرة بعد كده لما دخلت مرحلة المراهقة بقت كل ما تنام تقوم مفزوعة وتقول إن في واحدة ست بتشد شعرها، ونبص نلاقي خصلات شعرها مقطوعة فعلا. نحصن البيت ونقرأ ونجيب مشايخ تانية غيري يمكن يكونوا أقرب لله مني، لكن سبحان الله الموضوع كان بيزيد. وفي مرة صحيت أنا على صوت مراتي بتستنجد بيا، لقيتها جنبي على السرير بتتحرك بالعافية وعينها مبرقة ومفتوحة على الآخر وبتحاول تتكلم لكنها مش قادرة. وأول ما حطيت إيدي عليها علشان أرقيها صرخت وانهارت وسيطرت عليها بالعافية، وكانت بتقول إن في واحدة ست بتحاول تخنقها وتكتم نفسها. وأمي زمان كانت عايشة وقتها قبل ما تتوفى الله يرحمها، وفي يوم دخلت عليا وهي بتعيط وقالت لي: انت عامل عداوة مع مين يا صالح؟ انا شفت في المنام واحدة بتقلب في هدوم عيالك وبتقطعها وبترقعها بعد كده بإبرة وخيط. ساعتها قلت لها ان كله خير من عند ربنا يا امي. وبعدها بدأنا نلاقي حاجات في البيت غريبة، نلاقي غرز معمولة في الهدوم فعلا، أو ورقة غريبة مرمية تحت هدوم عيل من العيال، ومسمار مدقوق في عتبة البيت، وقماشة عليها نقط دم ناشف، وأحيانا ريحة قذرة تظهر فجأة وتروح فجأة. لما ابني كبر شوية بقى يحلف انه كل ليلة بيشوف غراب واقف على شباك اوضته كل فجر، وانا اطلع ابص كالعادة ملاقيش حاجة. بنتي اللي ماتت دي اكتر واحدة اتعذبت، من صغرها بتفضل تقول ان في حد بيهمس لها وهي نايمة ويقول لها هتموتي. كبرت وبقت كتومة، وكل ما نسألها مالك تقول مفيش. وبعد سنين اعترفت لامها وقالت لها ان في واحدة بتجيلها في الحلم وبتقول لها مش هتفرحي ولا تتهني بشبابك. مراتي ساعتها خافت لكن ما جاتش قالت لي غير بعد تعب البنت. ولما البنت اشتكت من بطنها ولفينا بيها على الدكاترة محدش كان عارف عندها ايه، لحد ما قالوا سرطان في الرحم ولازم يتشال. ورضينا بقضاء ربنا وعملنا لها العملية، والايام اللي قضيتها بعد العملية انا مش قادر انساها. كانت بتقول لي يا ابي ان في واحدة قاعدة عند الباب وبتقول لي اني هموت خلاص، وهي مستنية ومش هتمشي الا وانا ميتة، وتحلف ان هي دي الست اللي كانت بتشوفها وهي صغيرة. البنت بعدها تعبت اكتر، والدكاترة قالوا ان السرطان انتشر في جسمها كله والموضوع انتهى، مسألة وقت وترتاح من الدنيا وعذابها. وقبل ما تموت فتحت عينها واتشهدت
وماتت على ايدي. في اللحظة دي الشيخ صالح وبكى، وبعدها قال لي سامحني، انا اهو قلت لك على كل حاجة. قلت له ارجوك كمل، انا اسف بس لازم تكمل. بعد موت بنتي بقيت اسمع اسم نوال في ودني وانا صاحي، مرة وانا بقرا في كتاب الله، ومرة وانا نايم، ومرة وانا ماشي لوحدي. افتكرتها وسوسة شيطان في الاول، لكن بعد اعتراف عمك واللي عشناه وشفناه وسمعناه اتأكدت انه كله كان حقيقي. في اللحظة دي واقسم بالله وانا قاعد قدامه سمعنا صوت 3 خبطات على الشباك. احنا الاتنين بصينا ناحية الصوت في نفس الوقت، وهو ما اتحركش خالص وقال لي اسكت خالص. والخبط اتكرر، وبعدها سمعنا صوت جاي من بعيد، في حد كان بينادي باسمي انا. والله العظيم ايدي تلجت واعصابي ثابت وقلبي بقى هينط من صدري من الخوف. بصيت للشيخ صالح ولقيته مغمض عينه وبيقرأ قرآن. ساعتها الصوت اختفى، بس انا فضلت مرعوب وقمت علشان امشي وانا رجلي مش شايلاني، ولكن مشيت فعلا. انا من اليوم ده ما بقتش نفس الشخص. بس الحكاية ما وقفتش عند كده. من يوم ما الشيخ صالح حكالي عن اللي حصل له وانا عمال افكر في كل اللي حصل، والحكاية بقت كاملة قصاد عيني وما بقتش قادر اصدق. وبقيت اقول لنفسي ان حقيقي الواقع والحقيقة بيبقوا اغرب ساعات كتير من الخيال، وده اللي بيخلينا نتصدم في كل حاجة في الدنيا، في حقيقة الناس اللي بنحبها او في المسلسلات اللي احنا بنبقى شايفين انها مش ممكن تحصل، لكن الواقع بيثبت لنا كل مرة ان اي حاجة غير متوقعة ممكن تحصل، فنقف مذهولين قصاد كل حاجة بتصدمنا. فضلت قاعد وساكن لوحدي في البيت وما كنتش قادر اسامح عمي نهائي، والبيت اللي عمي عايش فيه شاهد على كل الأذى اللي عمله في حياته. ومن أول ليلة بعد ما بقيت قاعد لوحدي صحيت على صوت حد بيحفر في الأرض تحت السرير. الصوت كان خفيف في الأول ولكن بدأ يزيد، جسمي اترعش ونبضات قلبي بدأت تزيد من الخوف. قمت وقعدت على السرير متسمر مكاني من الرعب، وحسيت إن الأوضة بتضيق عليا، ولمحت اللحظة كان عمي معدي من قصادي، وساعتها قمت جريت وخرجت بره وانا مرعوب. وبعدها بليلة الغربان رجعت وقفت قصاد البيت، وكانوا كتير جدا وبقوا ينعقوا بصوت مرعب يخلي القلب يخرج من مكانه وينشف الدم في العروق. بعدها بأسبوع بقيت أتخيل وأشوف أطفال مشوهين كتير قاعدين في حوش البيت، وبقيت أسمع أصوات كتير وبعيدة بتنادي عليا باسمي وإني هكون كافر زي عمي. قعدت على الحال ده شهور، كل يوم أقوم على كابوس أصعب من اللي قبله، كل ليلة أصحى على أصوات الحفر واللي بينادوا عليا باسمي، وأشوف خيالات مرعبة محدش يقدر يستحمل إنه يشوفها. وآخر حل قلت أجربه، جبت واحد معرفة وهو شيخ كبير من بلد جنبنا علشان يقرأ في البيت، ولما حكيت له اللي حصل نصحني إن أبيع البيت وأسيب البلد كلها وأمشي وأشوف حالي في مكان بعيد عن كل اللي حصل هنا. فضلت بعدها شهرين أدور على مشتري لحد ما أخيرا لقيت حد اشترى البيت، وكنت صريح معاه وقلت له إن البيت مسكون أو في حاجات بتحصل مرعبة أنا نفسي مش فاهمها، رغم إني فاهمها كويس. وساعتها المشتري قال لي إنه مش فارق معاه، لأنه كده كده هيهدم البيت ويبني مكانه فيلا خاصة بيه، لأن بيت عمي كان على طرف مجرى مية بيوصل للنيل. والحمد لله تممنا البيعة وجمعت حاجتي كلها، وانا كنت بعت بيت ابويا القديم لما كنت مقيم مع عمي، وفي اللحظة دي ما بقاش ليا حاجة في البلد اقعد علشانها. اخدت حاجتي والقرشين اللي معايا ونزلت القاهرة واشتريت شقة ودورت على شغل واشتغلت، لان اصلا دراستي في القاهرة وكمان انا معايا بكالوريوس تجارة. انا دلوقتي في القاهرة ليا حياة تانية خالص، بقى عندي صحاب الحمد لله، واتجوزت ومستنيين مولودة ان شاء الله، وبقيت اقرب لاخواتي البنات وبنزور بعض باستمرار. بس برغم كل ده انا مش مسامح عمي، ولا عمري نسيت كل الرعب اللي انا عشته في بلدنا بسببه. ولسه بعد كل السنين اللي عدت انا مصدوم في عمي وفقدت كل الثقة في الناس اللي حواليا. لو وصلت لحد هنا دي بتكون نهاية واحدة من قصصنا اللي أتمنى تكون استمتعتم بيها وعجبتكم. وبس كده يا صديقي، لو وصلت لحد هنا ما تنساش اللايك والكومنت الجمال بتوعك وتشير الفيديو ده مع أصحابك علشان عايزين نكبر عيلتنا أكتر وأكتر. وأشوفكم على خير في قصة جديدة.